أهلا بكل واحد ممكن يكون بيسمعني دلوقتي وشدوا العنوان اللي شافه على الفيديو عن مسلسل كارثة طبيعية، اللي هي فعلا كارثة بس مش كارثة طبيعية، هي كارثة صناعية عملها فينا مؤلف المسلسل أحمد عاطف، اللي هو راجل بالمناسبة ظريف جدا، واللي ممكن يتابعه على الأكونت بتاعه على الفيسبوك هيلاقي تعليقات وبوستات كتير ظريفة وعنده خفة دم حقيقية. وهو اللي عمل مسلسل بالطو اللي كتير منا شافوه، واللي مشافهوش يعني ممكن يتفرج ومسلسل هيعجبه جدا. أنا شخصيا حبيته يعني. الكارثة اللي في المسلسل الكارثة الصناعية اللي عملها أحمد عاطف، إنه عمل عمل درامي يفترض إنه بيتسوق له إنه هو كوميدي، أو بمعنى صح الناس يعني اللي فاهمة أو متخصصة شوية في الدراما إن ده بلاك كوميدي، مواقف سوداوية مؤذية صعبة لكن بيطلع منها ضحك. وده مش موجود خالص في كارثة طبيعية. اللي موجود في كارثة طبيعية ممكن نقول عليه بلاك وكوميدي، يعني شوية حزن ودراما وتراجيديا كمان وألم وممكن نعيط ونكتئب، وبعدها إفيه جامد لسلام ولا كمال أبو ريا ولا حمزة العيلي ولا الشروق ولا أي حد من الممثلين اللي عملوا شغل كويس جدا في المسلسل. وبعدين نرجع تاني لمشاهد أصعب، بالذات مع تطور الأحداث. فده حقيقي شيء سلبي جدا وشيء سيء جدا، وأكتر شيء ممكن يأذيني أنا كراجل بحب أتفرج على دراما، إن أنا مبقاش عارف وأنا بتفرج عليك أنا هاخد منك إيه. يعني هل أنا جاي أضحك؟ هل أنا جاي تنكد عليا؟ هل أنا جاي أتفرج على حاجة تشغل دماغي وفيها لغز وجريمة وبتاع ولا إيه؟ لكن القلبة الحادة دي ما بين إن أنت تضحك على إفيه حلو أوي وبعدها موقف صعب وقاسي جدا ومفيش فيه حتى محاولة ضحك ولا ممكن حد يضحك عليه، ده مش طبيعي وده شيء سيء جدا وسلبي جدا كمان في المسلسل. علشان محدش يقول إزاي يعني نضحك أصلا على موقف صعب، فإحنا عندنا نماذج كتير اشتغلوا على البلاك كوميدي ده، منهم شغل كتير لإسماعيل ياسين، بس هيفضل العلامة الكبيرة في تاريخ الفن المصري يعني نجيب الريحاني، وفيلمه الأخير الشهير جدًا غزل البنات أو غزل البنات، لمّا كان بيحكي على مواقف كتير وبنضحك على قد إيه الشخص ده متمرمط في حياته، منهم وهو بيحكي إنه ما كلش بقى له كتير، قام راح ياكل وفي سوق السمك والسمكة الوحيدة من بين مش عارف كام ألف سمكة اللي يختارها ويطلع فيها مرض مش عارف إيه، فما ياكلش برضه، فنضحك على الراجل رغم إنه موقف صعب، لكن الكوميديا طالعة من قلب الموقف نفسه، مش حكى لنا موقف كنا هنعيط منه وبعدين راح رمى إفيه. فده ضعف شديد في الكتابة، ضعف جدًا، جدًا في تركيب المسلسل، تحمُّل مسؤوليته المؤلف وطبعًا المُخرِج معاه، لإن هو في الآخر المسؤول عن اللي إحنا شُفناه واتفرّجنا عليه في ال10 حلقات. فده شيء كان بالنسبة لي صعب إن أنا أتجاوز عن أي حاجة تانية قصاده. يعني هو سلبية كبيرة جدًا، ما أقدرش أقول التمثيل حلو فعلًا، كلّهم، كلّهم، بس لأ، برضه وأنا باتفرّج يعني أنت بتعمل إيه؟ ليه تعمل ده؟ طب كنت تخلّيه كوميدي بس أو خلّيه مسلسل اجتماعي، لكن أنت تعمل black comedy ده مش black comedy خالص، ده مش sweet and sour خالص، ده sweet لوحده وsour لوحده، حاجة أنت مش عارف أنت بتاخد حاجة حلوة والّا حاجة وحشة ومؤذية، لكن في إيجابيات، في شغل حلو في المسلسل سواء على مستوى التمثيل، على الكام إفيه اللي فيه اللي عاليين جدًا وهيعيشوا شوية، على فكرة إن إحنا أول مرّة نشوف مسلسل فيه ناس حقيقية. يعني حد فيكم يقدر يفتكر معايا مثلًا آخر مرّة شُفنا شخصية في فيلم أو مسلسل مصري عنده هواية، عنده هواية، بني آدم عنده هواية، بيحب يكتب بقى، بيحب يعزف، يحب يرسم، يحب يصطاد حمام، بيحب أي حاجة. بقى لنا كتير أوي ده ما بيتعملش، ولمّا يتعمل بيتعمل بشكل سطحي، إن يجيب لك البطل بلطجي ومجرم وقاتل يعني بس مربي قطة، يا جماعة دي مش هواية، حد عنده هواية، عنده حلم. ده ما بيتعملش، فده كان شيء لطيف. كاركتر الحَمَاة، أبو الزوجة ده أو الحماة أيًا كان، ده ما بيطلعش، ولو طلع بيبقى من نوع الحشو إن أكيد البطل أو البطل ليهم أب أو أم، فتمام، لكن علاقة الحَمَاة دي مش موجودة بقى لها كتير، رغم إن كانت دايمًا موجودة، فإن إحنا نشوف ده شيء عظيم جدًا وكويس جدًا. طبعًا إن إحنا نتفرّج على حاجة برّه الكومباوندات دي حاجة تحفة، والبطل بيركب مواصلات وعنده مشاكله في شغله ومشكلة هندبّر المعيشة إزاي وكل الكلام ده،
كل ده كويس، بس كان بيكسره كل حلقة تقريبًا، كل حلقة إن شوية أنا أضحك، وشوية بعد كده تجيب لي مواقف صعبة جدًا ومؤذية جدًا، أنت عايز تعمل فيها إيه؟ أي عمل درامي أو فني لازم تبقى عندك حاجة اسمها المتلقي هيتوقّع بإيه، يعني هو داخل يتفرّج لأول مرّة، ده مسلسل كوميدي، محمد سلام كوميدي، أحمد عاطف بيكتب كوميدي، المُخرج أول حاجة ليه بس الراجل جاي من خلفية برضه شغل كوميدي، فإحنا جايين نضحك، طيب يا عم أنت هتعمل لي الضحك بأي طريقة بقى دي بتاعتك أنت حُر. لكن ما تعملّيش ضحك وبعد كده حاجات مؤلمة جدًا، واحد بيبيع عفش بيته، واحد الشغل والزمن دايمًا جاي عليه، واحد عايز يسقّط مراته من غير ما تعرف، بييجي 7 أطفال دي طبعًا مصيبة، بيضطر إنه هيسافر علشان يأكّل عياله ومراته، فده برضه شيء صعب، كل ده صعب، كل ده شيء يعني تمام، أنت عايز تجيب الواقع خلاص اعمل مسلسل اجتماعي وهات رحلة الاتنين دول، خلاص أنا مش مستني منّك ضحك، اللي عايز بقى يعذّب نَفْسه يتفرّج، اللي مش عايزه هو حُر، لكن كل حلقة طَب إحنا خلاص يا جماعة هنمسك خَط واحد، هنمسك يعني كتلة أو شُحنة مشاعر واحدة هناخدها من كارثة طبيعية لأ، برضه بيلعب اللعبة دي لحد آخر لحظة، يعني يمكن القفلة موقِف فعلًا صعب إن الوزير ما بيمضيش بس اتعمل حلو، فطلع من الموقِف نَفْسه ضحك، دي فكرة black comedy تطلع من الموقِف نَفْسه ضحك. دي الحاجة اللي ممكن نفهمها بس في المسلسل، لكن باقي المسلسل كلّه هي كارثة، كارثة صناعية عملها أحمد عاطف والمُخرج معاه لو أنا فاكر اسمه حسام، صدقوني يعني تخلّي أي حاجة تانية كويسة في المسلسل لأ، يعني لو هادّي له تقييم فهو 2/10 كtotal، لكن لو هنتكلم على التمثيل بس أنا عجبني جدًا جهاد اللي هي شروق، عجبني طبعًا كمال غُريّة أنا باحبه من زمان، حمزة العيلي ممثل من الممثلين المفضلين عندي حقيقي، سلّام طبعًا ممثل قوي وأنا باحبه يعني، فلأ مسلسل لو هتفصّصه كعناصر وتشيل منه السيناريو اللي هو أهم حاجة بالمناسبة في أي عمل درامي تقريبًا يعني في رأيي، فتلاقي عناصر حلوة، لكن المسلسل على بعضه هو كان بالنسبة لي رحلة من السخافة، طَب ليه كمّلت؟ يعني ليه كمّلت المسلسل ال10 حلقات لمّا هو كان بالنسبة لي كده من الأول؟ في جزء جذب طبعًا بتاع إن طَب الناس دي هيحصل لهم إيه؟ وكان في جزء عندي تاني أنا مستخسر الحاجات الكويسة اللي في المسلسل دي تروح على الأرض، فباقول لأ والله هو هيعدل، يعني هييجي في حلقة خلاص يا جماعة هيقلب كوميدي بس، فنفضل في رحلة كده مثلًا إن كل حلقة في محاولة إن هم حياتهم تضبط وتبوظ في آخر لحظة، فنضحك. أو هيقلب إن خلاص بقى دراما اجتماعية سوداء شديدة السواد، فتمام أنا هاوقّف ومش هاكمّل برضه، لكن الطالعة والنازلة دي كنت باقول لأ هو أكيد هتيجي في مرّة وهتضبط معاه، لإن أنت مش عارف تضحّكني من المواقف الصعبة، مش عارف تعمل black comedy واللي هو شيء صعب جدًا بالمناسبة يعني، فليه تعمله يعني ما حدش أجبرك عليه،